من هنا ورايح هخليكي أستاذة في عمايل الفول المدمس. أول حاجة نسمي بالله ونصلي على الرسول، وهنبتدي إن احنا نجيب نص كيلو من الفول البلدي وننقعه في مية لتاني يوم. بعد كده هنروح نازلين عليه بكوباية من العدس، عليه طماطماية كبيرة، عليه بصلاية كبيرة، عليه جزرتين كبار مبشورين، ونحط كل المكونات دي على بعض ونغطيها بالمية. واخر حاجة هننزل بيها، هننزل بمعلقة من الكزبرة، معلقة من الكركم، من البابريكا، ورشة بسيطة جدا يعني شعرة من الشطة. هنبتدي نديها تقليبة وهنسيبها بقى تستوي براحتها. اول حاجة هنسيبها الاول تاخد غلوة، وبعد كده هنروح مهدين النار نخليها شمعة لحد ما يستوي معانا، وهنبتدي ان احنا ننزله. شايفة الجمال، الشكل، اللون، الريحة، الطعم. ولا تقولي لي مطاعم ولا غير مطاعم، وهخليكي تعملي حوالي 10 اكياس من نص كيلو. شوفي بقى انت بتشتري الكيس بكام، يعني الكيس بيكون فيه مغرفة او مغرفتين ب10 جنيه، لكن انا حاطة في الكيس بتاعي الكبير ده 4 مغارف من الفول المدمس، يعني بحوالي 15-20 جنيه. شوفي بقى انت هتعملي كام كيس بنص كيلو فقط من الفول المدمس. يعني انسي العربيات وبلاش تكسلي، واعملي حاجات حلوة في بيتك مفيدة لأطفالك. وبصي ما احتاجناش وقت، ولا اخد معايا وقت ولا اي حاجة. الفول بياخد معاكي من ساعة ونص لساعتين ونص وهو على النار. خلاص عملنا الكمية كلها. اهم حاجة تحطي لي احلى لايك، وتقولي رأيك في الوصفة، وتحطي لي احلى كومنت. ولو ما اشتركتيش معايا يا ريت تشتركي، واشوفك في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.